السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمرة دي فيديو أساسا بيخوفني أنا وأنا بعمله. يعني أنا بتكلم أنا خايف، بس أنا مش هخاف لأن الحقيقة ما بتزعلش، والحقيقة لو هتتقال يبقى لازم تتقال كلها. لأن أنا مش هفتي ومش هجيب حاجة من عندي، أنا هجيب لك حاجات معلومات مثبتة وحقيقية. وهي ليه رونالدو، كريستيانو رونالدو، أعظم فينيشر في التاريخ، وأعظم مهاجم في التاريخ، أعظم جناح يسار في التاريخ، اعظم كل حاجه في التاريخ من وجهه نظر كتير ومن وجهه نظر الناس التانية. هو لو مش الاول هيبقى التاني بعد ميسي، ولو ميسي مش الاول هيبقى التاني بعد رونالدو. هي المقارنه الابديه. فليه واحد زي رونالدو بعظمته واسطورته دي كلها الرياضيه ما بيكسبش بطوله مع النصر لحد دلوقتي؟ هتقولي طب ما معلم هو كسب البطوله العربيه. اقول لك لا، البطوله العربيه بطوله وديه، لانها لا تقام كل سنه ولا تقام بانتظام ولا يعترف بها الفيفا كبطوله رسميه. ده مع احترامي وتقديري لكل واحد معترف ان البطوله العربيه بطوله رسميه، انا بقول له لا عشان نبدا فيديو متفقين كلنا ان رونالدو ما حققش ولا بطوله مع النصر. تعالى اقول لك ليه. بس قبل ما اقول لك ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. يلا بس يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان اللايكات بتساعدنا كتير. مش هتخسر حاجه لو دوست على زرار اللايك، ولو الفيديو ما عجبكش حط ديسلايك. مش هقول لك حتى شيله، لا حط ديسلايك عشان اوثق في معلوماتي. حكايتنا بتبدأ 30/12/2022، وهي إعلان نادي النصر في مفاجأة ضخمة جدا: التعاقد مع أبرز لاعبي العالم كريستيانو رونالدو. وواحد من واحد من هو كل حاجة في الفينيشر موجودة فيه. الاستعمال رجل يمين تمام، شمال تمام، بدماغه تمام، باكوردات شغال، لا تسديد بعيد، تسديد قريب، تسجيل فاولات، ضربات جزاء. أنا بتكلم على واحد رايح نادي النصر وهو مسجل 820 جون في تاريخه. يعني أنت بتتكلم في واحد مقفل اللعبة رايح نادي النصر في عمر ال 37 عام و10 شهور. كان رايح نادي النصر. تمام. رونالدو الفكره انه راح نادي النصر، راح نادي هو حرفيا مع احترامي لنادي النصر وهو معاه بطولات اكتر منه. راح لنادي برضه مع احترامي لنادي النصر. نادي النصر ما حققش ابطال اسيا ولا مره، رونالدو محقق ابطال اوروبا 5 مرات. انت بتتكلم في لعيب يكاد يكون اكبر من نادي في عدد البطولات. انت بتتكلم في شعبيه جارفه اكبر من شعبيه نادي النصر. يعني انت بتتكلم في لعيب، انا هقولها والارزاق على الله، اكبر من نادي النصر شخصيا رايح له. يعني نادي النصر بعظمته وبتاريخه، هدافه التاريخي اللاعب الاسطوري العربي ماجد عبد الله، على فكره لعيب جامد جدا بس مسجل 259 جون في 266 مباراه، انما رونالدو رايح معاه 820 جون. يعني قد هدافك التاريخي 3 مرات ونص، مسجل اكتر من نادي النصر، مسجل اخر موسمين، معاه بطولات اكتر من نادي النصر. انت بتتكلم في اللي رايح عامل ازاي، فما حققش بطوله. فهي دي بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها. ليه رونالدو بشعبيته واسطوريته وارقامه الفذه ما حققش ولا بطوله مع نادي النصر؟ فبعد 30/12/2022 ورونالدو عنده 37 سنه 10 شهور، افكرك تاني، رايح كله افتكر ان هو رايح خلاص يقضي وقت ويعتزل. قال لك انا رايح عشان اقضي عقدي كله مع نادي النصر، بعد كده هشوف هعمل ايه في خطوات المستقبليه الجايه. ودي خطوه محسوبه ومدروسه، وحط مليون خط تحت الكلام ده. لان رونالدو مش بس رايح كلاعب كرة، هو رايح كمروج لنادي النصر وللكرة السعودية بسبب شعبيته الجارفة، لانه اكتر انسان متابع على الانستجرام. فهو شعبيته بتتكلم عنه، لدرجة ان في احصائية بتقول ان واحد من كل 6 بني ادمين في العالم كله، يعني العالم اللي فيه مليارات، عارف يعني ايه كريستيانو رونالدو. لو سالته كريستيانو رونالدو اقول لك اه لعيب الكوره. انت لو سالت اي حد في مصر، ما خلينا نقول 90% من المصريين، لو سالته مين رونالدو هيقول لك لعيب الكوره. لو قلت مين رونالدو لعيب الكوره وريته صوره رونالدو هيعرفه. فانت بتتكلم في حاجه مش معقوله. انت لو وريته شعار نادي النصر ممكن 5 يتلخبطوا من 10، انما انا متاكد 9 من 10 عارفين مين هو رونالدو. خلينا نسترجع برضو مع بعض مين هو نادي النصر. نادي النصر هو نادي كبير جدا في السعوديه، انا ما بقللش منه اطلاقا، انا بقول لك ان رونالدو واصل لمرحله عامله ازاي. خلينا نتكلم باستفاضه عن نادي النصر. نادي النصر هو اخر بطوله محققها هي كأس السوبر 2020، ومحقق قبليها الدوري السعودي 2019، قبليها كأس ولي العهد 2013، قبليها كأس السوبر الآسيوي 1998، وكأس الكؤوس 1999.
97 لان هي دي اللي اهلته يلعب في كاس العالم، وبقى اسمه النصر العالمي لانه كسب كاس الكؤوس الاسيويه، بعد كده خد كاس السوبر، فبطل السوبر راح كاس العالم، لذلك يسمى بالنصر العالمي رغم انه لم يفز بدوري ابطال اسيا ولا مره، وكان وصيف بطوله 1995. زي ما قلت لك نادي معاه 9 دوري، 6 كاس ملك، 3 كاس ولي عهد، 3 كاس اتحاد، 2 سوبر، 1 كاس كؤوس، 1 كاس سوبر اسيوي. احنا بنتكلم في نادي كبير، يعني هو دي بطولات نادي كبير معروفه كده كده، انت نادي كبير في السعوديه، انت محقق فوق ال 20 بطوله الرسميه المعتمده حتى الان، ولكن ما حققتش بطوله من سنه 2020 من قبل الكورونا، وانت ما حققتش بطوله، فانت محتاج بطل، فانت جبت اسطوره ما جبتش بطل عشان يحقق لك بطولات. فين البطولات ما جاتش ليه؟ فاحنا هنتكلم بقى بعد ما رونالدو جه من اول موسم 23 وهو داخل الفريق. رونالدو كان داخل الفريق موسم 23 والفريق ما كانش متأهل لدوري ابطال اسيا، فمش هنحسبها في السيزون ده. رونالدو كان داخل البطولة بتاعة الدوري السعودي وهو فريقه مش متصدر، هو فريقه كان سابق في الترتيب، بس لو الاتحاد كسب كان هيبقى فوقيه. فخلينا نقول النصر كان التاني بفرق نقطة لان الاتحاد كسب الماتش المؤجل ده، والنصر بقى التاني بفرق نقطة. يعني انت بتتكلم في فريق في المنافسة مع مدربه رودي جارسيا. رودي جارسيا طبعا مسك روما، مسك ليون، فهو مدرب كويس مش مدرب قليل خالص. فاحنا بنتكلم عليه وبنتكلم على كريستيانو رونالدو، انت بتتكلم على اسطوره. انا فاهم، انا لازم هقول لك قيمه الاسم كرويا لان هو ده صياد البطولات في اي حته بيروحها، لان رونالدو معاه بطولات مع سبورتنج لشبونه، مانشستر يونايتد، يوفنتوس، ومعاه بطولات كمان مع فريقه الاسطوري ريال مدريد، محقق معاه كل حاجه حرفيا، حتى في البرتغال محقق اليورو ودوري الامم الاوروبيه. فانت جايب لعيب في اي مكان بيعرف يحقق فيه بطوله ويكسب بطوله وخلاص الدنيا سهله بقى يلا. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان رونالدو ما حققش الدوري لان الدوري راح للاتحاد في اول سنه. تقول لي طب رونالدو ماله؟ اقول لك رونالدو لاعب بالظبط 16 مباراه مسجل 14 جون ومساهم في 2، فرونالدو علامته 100% في المساهمات في المباريات، يعني كل ماتش على الاقل مساهمه. فاحنا مش هنلوم رونالدو على الدوري 100%، مش هو اللي هيتسأل عنه. طيب الكاس ايه اللي حصل؟ الفريق خرج من الوحده. خرج من الوحده ليه؟ لان الفريق قبليها اعلن رحيل رودي جارسيا بعد نتائجه السيئه في الدوري يوم 13/4/2023. ليه بتقول لي النتيجه؟ يعني انا مش عايز اعرف اليوم، لا هتعرف اليوم، لان بعديها بحوالي اسبوع ولا اسبوعين خرجوا من الكاس لان دينكو إليتشيتش ما لحقش حتى يعمل حاجه فخسر الكاس. ده طبيعي، مين اللي هيشيل النتيجه دي؟ الاداره، مش برضه مش رونالدو. فكده دوري وكاس راحوا، والنصر بنسبه كبيره هيطلع موسم صفري الا اذا تمكن من الفوز في السوبر، لان السوبر بيقام من 4 فرق وهو طالع بقى هيلعب على السوبر، دي حاجه بديهيات. لدرجه ان إلينيتشيتش بعديها ما كملش اصلا 3 شهور ومشوا إلينيتشيتش، فجابوا بعديها كاسترو اللي قعد سنه وشهرين. فكده في استقرار في المدير الفني. فامتى نحاسب المدير الفني؟ مش هنحاسب الاداره. المدير الفني طلب صفقات، طلب مين؟ قضات بالنسبه لي غير مفهوم. بس قبل ما نتكلم هنخلينا نرجع تاني للدوري. اللي حصل برضو مش طبيعي ان انا اخسر الدوري فرق 5 نقط وانا اقوى هجوم، فرونالدو يعتبر من ضمن الهجوم، فاحنا مش هنلوم رونالدو على الدوري، انما انا تاني اقوى دفاع. وطبعا الدفاع ممكن يشيل جزء شويه بسبب ضياع النقط، لان فرق 5 نقط لانها كانت على الشعره بالظبط انك تخسر الدوري فرق 5 نقط، انت بتتكلم في اخر اسبوعين. فاحنا كده بنتكلم عن فريق خسران الدوري بالعافيه، طالع من الكاس من نص النهائي، فيحق له يلعب السوبر ويحق له يلعب اسيا في الموسم القادم. فاحنا هنتكلم بقى عن الموسم القادم. الموسم القادم رونالدو برضو ما كسبش الدوري، كان معاه مدربه كاسترو. كاسترو قعد سنه وشهرين من شهر 7 2023 لحد شهر 9 2024، يعني قبل ما بكلمكم بشهر واحد، يعني مجرد 30 يوم بس الفرق بين الفيديو ورحيل كاسترو. فكاسترو عمل ايه بقى للنادي مع الدوري الجديد؟ كاسترو حقق تاني الدوري بس فرق كبير قوي عن الهلال. يعني انت بتتكلم ان الفريق كان مخلص الدوري وهو معاه 82 نقطة في 34 ماتش، ده حاجة كويسة جدا، بس الهلال كان معاه 96 نقطة، انت بتتكلم في فرق 14 بونت بحالهم. بس الفريق كان جايب 100 جول، 100 جون، يعني ده احصائيه كبيره جدا، اللي هو تاني اقوى هجوم في الدوري بعد الهلال اللي كان مسجل 101 جول، بس داخل فيه 42 جول، ده رقم مهول. 42 ده رقم كبير قوي على فكره، 42 جول في 34 ماتش ده رقم يعني ما يليقش في فريق كبير. يعني عشان نبقى صراحه 42 جول، خامس اقوى دفاع، يعني ولا الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، انت الخامس ومتساوي مع السادس كمان، يعني ممكن نقول عليك سادس اقوى دفاع، فده ما يليقش خالص بفريق زي النصر عايز ياخد الدوري. بس 100 جون دي احصائيه مرعبه، 100 جول، رونالدو مساهم لوحده في 43 جول، مسجل رقم قياسي تهديفي في الدوري السعودي
عن طريق ان هو مسجل في 31 مباراة لعبها 35 جون، يعني 35% من الاهداف هو اللي مسجلها، وصانع 11، يعني 46% من اهداف النصر هو مساهم فيها. ده بالنسبة للدوري وخسروه، انما بالنسبة للكاس وصلوا نهائي، يعني هو اساسا مش مقصر، وصلوا نهائي وسجل كمان، بس خسروا بضربات الترجيح قدام نادي الهلال. لعبوا السوبر، وصلوا نهائي السوبر، بس خسروا برضه 4-1، يعني العيب برضه في الدفاع، ورونالدو اللي سجل الجون. انت بتتكلم بقى في مباراة زي مثلا دوري ابطال اسيا، فضلوا ماشيين 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 لحد ما خسر ربع النهائي قدام العين الاماراتي، بعد ما دخل فيهم 3 اجوان على ارضهم. الماتش خلص 4-3 للنصر بعد ما كانوا خسرانين 1-0 من العين في الامارات، و4-3، ورونالدو هو اللي رجع برضه الفريق ومسجل الرابع في الدقيقه 117 عن طريق ركله الجزاء. يعني رونالدو مش مقصر، وسجل ركله الجزاء برضه في الماتش قبل ما يخرجوا بركلات الجزاء بنتيجه كام بقى؟ 3-1. يعني رونالدو بس اللي سجل ركله الجزاء، اوتافيو ضيع، واليكس تيليس ضيع برضه. فانا فاكر الماتش اساسا لان انا شفته. فاحنا بنتكلم ان رونالدو عمل كل ده. طب ليه رونالدو ما بيكسبش بطولات مع النصر؟ يعني هو السؤال لازم يتسأل برضو كل شوية، ليه رونالدو ما بيكسبش بطولات مع النصر؟ انا عايز اجابة حالا. هقول لك انا الاجابة بالتفصيل، يعني انا عمالي احكي لك بقى ايه اللي حصل. رونالدو ما كسبش بطولات مع نادي النصر بسبب ان الادارة مش عارفة تتعاقد مع صفقات، بسبب ان الاداره الصفقات اللي جابتها ما كانتش على مستوى الصفقات اللي الناحيه الثانيه في الفرق الثانيه، زي نادي الهلال ونادي الاتحاد. النادي الاتحاد جاب كانتي، انت جبت مين بمستوى كانتي؟ اعتقد ما جبتش. بروزوفيتش مهما عمل مش هيبقى بمستوى كانتي. انت جبت مين في النادي؟ انت داخل فيك 42 جول، اكيد انت غلطان، يعني انت اكيد مش هتشيلها رونالدو. فالاداره ما عرفتش تجيب صفقات، الصفقات ليست على المستوى، وتغيير المدربين الفنيين بكثره، وانت ما ثبت على مدرب اللي هو كاسترو ما كانش على قدر الحدث ان هو يمسك فريق يكسب دوري سعودي، لان دوري السعودي دلوقتي مصنف من اقوى 10 دوريات في العالم. وده مش كلامي، ده كلام النقاد الرياضيين، مش العرب، كمان الاجانب. فانت بتتكلم ان رونالدو، لا، رونالدو مش غلطان. رونالدو ما كسبش بطولات مش بسبب رونالدو، بسبب اللي حواليه، المنظومه اللي حواليها هو بيحاول ينجح فيها في منظومه لا تساعد على النجاح. نادي النصر بيصرف فلوس من غير ما يكون عارف هي رايحه فين، والصفقات اللي بتيجي ما بتأديش على المستوى المطلوب، وكمان مدير الفني اللي بيجي بيتغير، ولو سبت بيبقى مش احسن حاجه. وانت جبت ستيفان بيولي اخيرا مكان كاسترو، فهل هتقدر تكسب بيه بطولات؟ انا ما اعرفش، بس الدوري الحقيقه ماشي اهو بشكل المفروض كويس. فانت بتتكلم انك اهو مكمل في البطولات، معاك ستيفان بيولي، معاك صفقات المفروض انت جايبها المفروض كويسه. فانت هتعمل ايه بقى في الموسم الجديد عشان تحسن من نفسك وتكسب بطولات؟ المفروض تعمل استقرار، تعمل خطه واضحه. ستيفان بيولي واخد الدوري مع الميلان، المفروض يجيب لك بقى بطوله، زائد ان انت معاك كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي ليك في السعوديه. يعني انت معاك واحد جايب 906 جون. انا بصور الفيديو قبل ما مباراه البرتغال والدنمارك تتلعب بتاريخ 14/10، الفيديو هينزل 15/10، بس الفيديو بيتسجل يوم 14/10. فانا بتكلم على لاعب جايب 906 جول في مسيرته، فاكيد الاجوال مش مشكله، ولا مركز الهجوم مشكله، ولا كريستيانو هو المشكله. انا حدثتك عن المشكله بصراحه. المشكله في نادي النصر ان هو ما عندوش الثبات والاستقرار الكافي انه يحقق بطوله، ورونالدو بيحاول على قد ما يقدر يساعدهم، لدرجه ان رونالدو في 79 مشاركه مساهم في 90 جول. ده كتير والله العظيم، كتير قوي. فرونالدو يقدر يحقق بطوله، يقدر لو اللي معاه ساعدوه، انما هو مش هيحققها لوحده لانها لعبه جماعيه، احنا ما بنلعبش تنس. وده اللي كنت حابب اقوله، بس العنوان يفتكرك ان انا ههاجم رونالدو. انا عمري ما ههاجم رونالدو، وهو بالارقام دي والاحصائيات دي. انا شلت اسم اللاعب لقيته مهاجم اسطوري، حطيت اسم اللاعب لقيته مهاجم اسطوري اكتر. فانا لو اتكلمت على ارقام انا بتكلم على مهاجم اسطوري، اتكلمت على اسم بتكلم على مهاجم اكبر من نادي النصر، مع احترامي لنادي النصر. فلو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ويا ريت تكمل الفيديو للاخر عشان لو دخلت هجمتين على رونالدو من غير ما تكمل الفيديو للاخر انت كده تبقى غلطان، لان انا بدافع عنه في الفيديو اصلا مش بهاجمه. وسلام عليكم.